العوافي عليكم يا حبايبي. تعمل ايه اللي جوزها اتجوز عليها؟ ها يا حبايبي، اسمعوا نصايح خالتي تونة هتفيدكوا كتير. اللي تعرف ان جوزها اتجوز عليها ما تقولوش، وخليه خايف منها ان هي تعرف، لاني لو واجهته هيبقى ايه اللي هيحصل؟ هيقسم الايام بينها وبين الزوجة التانية، يقولها انت يوم وهي يوم، وإن حصل نقاش بينهم وغضب وزعل هيسيب لها البيت ويروح للزوجة التانية ويسيبها تتفلق مع نفسها. كمان هيقول لها إن مصاريف البيت مش مكفية البيتين، خف مصاريفك شوية. لكن لو هي ما قالتلوش هيتني ويتفرد ويوفر لها كل طلباتها هي وعيالها. بس هي برضو ما تفتريش، انت ما تفتريش في الطلبات عشان ربنا يبارك لك في عيالك وصحتك. طيب ده اللي حصل. طب لو ايه هو اللي جه وقال لك انا اتجوزت او عايزه تكملي معايا، مش هينقصك حاجه لا انت ولا عيالك، وعايزه تطلقي اطلقك. اوعي تقولي اتطلق. لو اتطلقتي انت اللي خسرانة. اولا بعد ما العيال يتموا 13 سنة هتسيبي البيت وتخرجي. كمان بعد الطلاق هيرملك قرشين ومش هينفعوا ادي، لكن طول ما هو معاكي هيصرف على العيال وهيهتم بيهم، واذا كان بيساعدك في مذاكرتهم ولا بيوديهم دروس، ما تبقيش شايلة المسؤولية لوحدك. لازم يهتم بعياله ولازم تضحي شوية. طب لو انتي وما تسيبوهوش للزوجة التانية تاخد كل حاجة على الجاهز، انت تعبتي ووقفتي جنبه، لما ربنا فتحها عليه تسيبيه للزوجة التانية تاخد كل حاجة على الجاهز؟ لا، كوني ذكية. حتى لو سبتيه واتطلقتي ورميتي له العيال رحتي هتتجوزي مين؟ بالتأكيد واحد مطلق، واحد متجوز هيتجوزك على مراته، ومراته تعرف هترميله العيال. يعني تربي عيال غيرك وما تربيش عيالك، وعيالك مش هيغفلولك الحاجات دي اللي انت سبتيهم ورحتي اتجوزتي. ها يا حبايبي، الراجل يطفش والست تتعشي. وبعدين انت لو قعدت على عيالك ربنا هيبارك لك في صحتك وهيكونوا سند ليكي في كبرك. ها يا حبايبي، واعرفي يا حبيبة قلبي ان انتي اهم حاجة بعد الجواز هو العيال ومستقبلهم وحالتهم النفسية، اهم حاجة. وما تسيبهمش لمرات اب تبهدل فيهم. هيكون هم العيال ولادك غاليين عندها زي عيالها. ها يا حبيبتي، لازم تفرضي الأسوأ عشان ترضي باللي انت فيه. أول حاجة لو قالولك عيل من عيالك يموت ولا جوزك يتجوز، هتقولي يتجوز. لو قالولك ان الزوج ده هيموت ومش يعني لهوش معاش وكان بيشتغل أعمال حرة ومش هتلاقوا تاكلوا وما تقولي لا، يعيش ويتجوز والعيال تاكل والبيت يفضل مفتوح. لو قالولك ان هو هيترفد من شغله ومش هتلاقي تاكلوا ولا تشربوا انت وعيالك، وما قدموش اللي يتجوز صاحبة المصنع او صاحبة الشركة عشان العيال ياكلوا ويشربوا ويعيشوا ويتعلموا، هتقولي يتجوز عشان تضحي. لو قالولك ان هو بتاع ستات وعينه زيغة وهيخلي سمعة وحشة ليكي ولعياله، يتجوز احسن في الحلال ولا يسيء ليكي ولعياله؟ ها يا حبايبي، اني حد هيتقدم لبناتك وابوهم سمعته وحشة؟
ها يا حبايبي افرضي الأسوأ عشان ترضي. ها يا حبايبي. وكمان عايزة أقولك حاجة، أنا ما بسيبش أي حاجة إلا ما بكلمك فيها. لو انت سألت الستات اللي اتطلقت في وقت غضبها بعد كام سنة، هتقولك يا ريتني أنا ما كنت اتطلقت وقعدت على عيالي. يعني البني آدم الدنيا دار ابتلاء مش دار سعادة، وإني برضو كل واحد فيه عيب. اتطلقت من ده وكان حنين وطيب وقايم بمصاريفه على أكمل وجه، اتجوزت تاني هتلاقيه ممكن بخيل، لسانه طويل، عينه زايغة. دي الدنيا دار ابتلاءات، وربنا بيدي كل واحد على قد تحمله. اللي بيتحمل فقد جوزه يموت، اللي بيتحمل فقد عياله، اللي بيتحمل جوزها يتجوز عليها، اللي بتتحمل ان جوزها بخيل، اللي بتتحمل ان جوزها صليط اللسان او مراته صليطة اللسان. اللي ابتلاءات كتيرة، واحنا دار مش سعادة، دار ابتلاءات. والكمال لله ولازم نرضى. طب ايه اللي هيهدي قلبنا وينزل السكينة في قلبنا؟ نصلي على النبي كتير ونستغفر كتير ونساعد الناس ونخرج صدقات. يمكن نصادف دعوة حد غلبان نساعده، تساعدني وتسعد أولادي. وأقول ده أقدار، وكل حاجة مكتوبة يا ولاد علينا. وعايزة أقولك حاجة كمان، الست لما تكبر والعيال بيبقى طولها ما بتبقاش حابة العلاقات الزوجية. خلينا نتفق اللي هيتجوزها دي عليكي، هيتجوزها هتكون ايه؟ أصغر منك سنا وأجمل منك، صح ولا لأ؟ ما هو عينه زاغت على ايه؟ مش معقول هيكون زاغت إلا على كده. ديت هتشيل عنك وهتريحك في حاجات كانت هتعمل مشاكل كتير، وكنت هتوصلوا للنتيجة هتقولوا له انت بلسانك روحي اتجوز، اما تكبري والعيال يبقوا طولك. انا اتكلمت معاكم، ويا ريت الفيديو ده تدول كل واحدة عايزة تتطلق وتنشروه عشان البيوت ما تتخربش والدنيا تمشي. والله الكمال لله، ما هتلاقوا حياة كاملة، يوم ما تكمل هتنتهي. نرضى ونعيش، وهو أحسن من غيره. يكفي إن هو أبو الأولاد اللي هيبقوا سند ليا في الدنيا، وما نشوهش صورته قدام أولاده، لأن هم أولاده دول الزرعة اللي انت هتزرعيها. هتزرعي خير هتحصدي خير، هتزرعي حب واحترام هيرجع ليكي حب واحترام، حسب ما تزرعي. وما تفتريش في المصاريف، يضطر مش انت اللي تطلبي الطلاق، يضطر اللي هو يطلقك من كتر المصاريف. هتحوشي من وراء ايه؟ كم ألف؟ ما ممكن شوية مرض يسيبوكي يضيعوا الألوفات ديت كلها. يا حبيبتي اتقي الله، ربنا هيسعدك ويكرمك فيهم. واعتبريه يا حبيبتي أقدار، محدش بيعمل من قدره، لازم يرضى. وإن رضيتي هتكون هي دي السعادة. عارفة يا حبيبتي أصعب حاجة في الدنيا الموت، بتبقى كبير قوي والناس تقول مش هقدر استحمل، ومع الأيام يصغر والحزن بينتهي، وبعد كده هترضي وهتبقى الحياة عادية، وما تخسريش بيتك ولا ولادك، وتعاشري إنسان تاني وتربي عيال غير عيالك، وعيالك مش هيغفرولك ده. وإن عجبكم الفيديو وكلام خالتكم تونة دي بتديكوا نصايح من قلبها، وبتوريكم الحقيقة قدام عينكم،
ومحدش ياخد قراره وقت الغضب. وقت الغضب الإنسان بيبقى أعمى، بيضر نفسه. ادوا لنفسكم فرصة عشان تاخدوا القرار الصح، ومش الانفصال هو الصح. طالما زوج حنين ومهتم بيكي وبعياله، اعرف ان دي اقدار ربنا وارضي، ومش هتلاقي زيه. اذا كرهتي فيه خصال حبيتي فيه اخر. ادي نفسك وقت بس ترتاحي نفسيا وتواصلي الحياة معاه. ادي يا حبايبي. وما ينفعش تقولوا له طلق التانية، ما ينفعش اسلاميا. بس يا حبايبي، وان عجبكم الفيديو انشروه عشان غيركم يستفيد، وتمسوا بالخير يا حبايبي.